النهاردة بقى هنعمل أحلى صينية فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة جدا. وهنعمل كمان محشي كرنب من بتاع زمان، من بتاع أمهاتنا، المحشي الجميل اللي بيبقى طعمه زي السكر كده وكلنا كنا بنحبه. النهاردة هنعمل الأكلتين دول، وتعالوا يلا كده نبتدي الفيديو معانا. زي ما انتوا شايفين الصينية طالعة جميلة جدا، وعايزة أقول لكم ما تحلاش من غير شوية البطاطس اللي أنا بحطهم دول. عايزه اقول لكم ان شويه البطاطس اللي احنا بنقطعهم ونحطهم تحت صينيه الفراخ دي، الفراخ المشويه في الفرن، بيبقوا طعمهم زي السكر بجد. انا معرفش اشوي فراخ من غير ما احط تحتها بطاطس. هنا ده شكل المحشي. النهارده هنعمل المحشي بطريقه امهاتنا، بطريقه زمان. الطريقه اللي هي بتبقى حلوه بدون بهارات كتير، بدون حاجات كتير ملهاش لازمه. زي ما انتم شايفين الفراخ بيضه وما شاء الله زي الفل. تعالوا كده اقول لكم الاول نعمل ايه قبل ما نشوي الفرخه. قبل ما نشوي الفرخة طبعا هنقطعها كويس جدا، وبعد كده هنغسلها برضو كويس جدا. طبعا التقطيع اللي انت عايزاه. في ناس بتقسم الفرخة على 4، وفي ناس بتقسمها على 8، وزي ما تحبي. انا بحب اقطعها قطع كده صغيرة علشان تستوي معايا بسرعة وما تاخدش وقت مني كبير في الفرن. هنا قطعتها وحطيت معلقة من الملح ومعلقة من السكر وشوية خل، واحط الفراخ بتاعتي دي تتنقع على الاقل خالص 10 دقايق او ربع ساعة. طبعا ده محلول نقع، بنقع فيه الفراخ بعد ما بكون غسلتها كويس بقى بالجنزبيل بالدقيق، الطريقه اللي انت حباها. هنا بقى هنتبل الفرخه. حطيت زي ما انتم شايفين كده طماطم، وحطيت هريسه، وحطيت توم، وهحط فلفل اخضر برضو. هنقطعه كده. وكمان البصل بصلتين، طبعا عشان دي فرخه كبيره فهنقطع بصلتين. وبعد كده هنضرب المكونات دي في الكبه. هنا ده بقى التتبيله بتاعتنا. عايزه اقول لكم تتبيله حلوه جدا، هتعجبكم لما تجربوها. ما شاء الله جميله، وبتبقى ريحتها حلوه قوي في الفرن، وطعمها كمان حلو. بس عشان تضمني بقى ان هي تاخد حقها في التتبيل، لازم تسيبيها شويه او على الاقل خالص من بالليل. انا هنا كنت سايباها من بالليل، متبلاها قبل بليله. حطيت بقى فلفل اسود، وحطيت فص حبهان كده، وحطيت بابريكا وبهارات الفراخ، والثوم البودرة طبعا ما بستغناش عنه في اي تتبيلة. ما شاء الله بيظبط الطعم جدا. وحطيت كمان مكعب من المرقة، وحطيت ملح، واحط كمان الخل. وعايزة اقول لكم الاساسي بقى في الطعم كله هو عصير الليمون ده. عايزة تحطي ليمونتين، عايزة تحطي 3 براحتك، هي بتدي لها طعم حلو قوي. ودي كده شكل التتبيلة معايا. وطبعا غسلت الفراخ كويس جدا وصفيتها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله لونها ابيض وزي الفل. هنزل بقى عليها كده التتبيلة، وهسيب التتبيلة دي من بالليل في التلاجة عشان تشرب منها وتبقى طعمها متبل وحلو. تعالوا بقى نعمل ايه شوية محشي كده من على طريقة امهاتنا، والطريقة الحلوة اللي احنا يعني كنا بناكلها كده من ايد امهاتنا زمان. طبعا زي ما انتوا شايفين ده الرز، واحط عليه الخضره. وهنا كنت بوريلكم ان دي خضره مجمده، بعمل الاكياس في الفريزر كده وباخد منها، بتبقى طعمها زي الفريش بالظبط. حطيت كمان صلصة الطماطم. هنا بقى التكة اللي كانوا بيعملوها ايام زمان، ان هما ما كانوش بيحطوا بهارات كتير على المحشي، ويخلوكي كده ما انتش عارفة هو طعمه رايح فين. هنحط ملح وفلفل، وهنحط كمون. الثلاث حاجات دول بس، يعني ملح وفلفل اسود ومعلقة من الكمون، وهتقلبي. عايزة اقولك ده هيبقى احلى محشي هتاكليه، بجد بيطلع حلو جدا. هنا حطيت الملح، واحط فلفل اسود، واحط كمون. مش هحط حاجه بقى، لا بابريكا بقى ولا كزبره ولا الكلام ده كله. بيطلع والله جربوه، هيطلع تحفه. وده طبعا الكرنب انا مفرزاه في الفريزر. هنا فكيته زي ما انتم شايفين كده وصفيته من الميه، وحطينا بصل كده في ارضيه الحله. وبعد كده هنبدا نرص كده المحشي بتاعنا. المحشي بقى ده بقى بجد يعني هتحلفوا بيه. ان انت تكتري بقى بهارات وتضيعي طعم الحاجة، ده ما بيبقاش حلو، يعني بيديش طعم كويس بالذات في المحشي. فهنا زي ما انتم شايفين بدأت ارصه كده. وطبعا قطعت شوية البطاطس اللي قلت لكم عليهم في اول الفيديو. ما شاء الله بحب دايما لما اعمل فراخ مشوية احط شوية البطاطس دول، بيبقى طعمهم بجد سكر. فبدأت كده ارص الفراخ بعد ما شربت بقى من التتبيلة براحتها ليلة كاملة. لو انتي مستعجلة عليها ممكن على الأقل تسيبيها ساعة، هي ممكن بعد ساعة أو نص ساعة تكون شربت من التتبيلة عادي، لو انتي مستعجلة عليها. وعايزة تتبليها وتدخليها على طول الفرن برضو مفيش مشكلة.
هنا برضه انا بعمل حاجه حلوه جدا، انا باخدها في الصينيه وبولع عليها الاول تستوي معايا على العين، على عين البوتاجاز، وبعد كده بدخلها الفرن. يعني بعد كده بقوم مدخلها ايه الفرن. زي ما انتم شايفين كده، ده شكلها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. ده المحشي بتاعنا بقى. عندك شوربه هتحطي شوربه، انا هنا عملت ميه بمرقه وعليها ملح وفلفل فقط، ما حطيتش اكتر من كده. وحطيت كمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي. الطعم بقى هيروح في حتة تانية، هيبقى حاجة تانية بس هيبقى محشي من بتاع زمان، هيعجبكم جدا والله. هنا حطيتها على النار تاخد بس كده ايه، تستوي معايا، وبعد كده بقوم مدخلها الفرن. وبعد كده بفصلها زي ما انتم شايفين كده، بشيل الفراخ بقى بحمرها كويس جدا. طبعا للي بيحبها محمرة قوي، لو انت بتحبيها بس تاخد لون كده من على الوش مفيش مشكلة. وده شكل المحشي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي الفل، طعمه جميل. التتبيله فيه مش يعني تحسي كده بطعم المحشي وبطعم الكرنب، بطعم الحاجه اللي انت بتاكليها. وهنا دي الفراخ بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. جربوا كده الطريقه وان شاء الله تعجبكم. عملناها كده وحطيناها، وحطيت البطاطس زي ما انتم شايفين كده في النص، بجد صينيه حلوه جدا ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. عملت جنبها بقى ايه شويه لسان عصفور. آه زي ما انتم شايفين كده برضو ما شاء الله. اعمله لكم برضو في فيديو تاني منفصل بإذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. وما تنسوش تقولوا لي الطريقة عجبتكم ولا لأ، وما تنسوش تشتركوا وتحطوا لايك للفيديو.